السلام عليكم الخوت. اليوم غنهضروا على اخر الاخبار ومستجدات الرجاء الرياضي الحصريه. المهم قبل ما نبداو ما تنساوش لايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، وخليوا لنا الاراء ديالكم في لي كومونتير. دابا غنبداو معكم باول خبر، وهو بخصوص مالونغو لم يكن خيارا مفضلا للشاب في ميركاتو الحالي بسبب الإصابة والسن والحصيلة التهديفية وعوامل جعلته يرفع الفيتو أمام عودته. المدرب التونسي طلب من مسؤولي الرجاء التعاقد مع مهاجم يليق بالفريق لا هامش للخطأ في هذا المركز. أنا الخوت الرأي ديالي من الأحسن نجيبو مالونغو كاحتياطي، حيت ما لقاوش بنفس البروفيل ديالو، ما لقاوش دابا في السوق افضل من مالونغو، لهذا نجيبوه ونخليو احتياطي ونجيبو مهاجم تاني اللي يكون هو اساسي ونخليو مالونغو احتياطي. ما كاينش دابا خوت مهاجمين اللي مزيانين في السوق. بخصوص بركاوي تم استفسار على البركاوي، لكن اللاعب لديه عروض خارجيه مغريه جدا. خوت البركاوي حاليا صعيب يجي الراجل، المطالب ديالو خياليه وعنده عروض من الدوري السعودي ومن الدوري المصري. اما الدوري المغربي اخوت ما نظنش غيجي ليه، حيت عنده عروض مغريه واصلا المطالب ديالو خياليه. بخصوص البركاوي اخوت دايرين شي صفحات في الفيسبوك دايرين بانه بركاوي غيجي. خوت قلوب بركاوي ما غيجيش اخوت. راه كاين واحد اللاعب اخر بالخارج مطروح كذلك، هو مطروح الخوت، ولكن باقي ما كاينش مفاوضات معاه. المهم هذا اللاعب راه مطروح كاين بالخليج، هذا فقط اخوت لاعب مطروح، باقي ما كاين لا مفاوضات دابا لا والو. الا بدات المفاوضات اخوت راه غتلقوني قلت في شي فيديو. المهم بعض الاحكام النهائيه المحليه الخوت تم تسويته من مستحقات نادي الرجاء الرياضي لدى العصبة الاحترافيه بموجب بروتوكول تم توقيعه في عهد المكتب السابق. وقيمه النزاعات الدوليه هذه اخوت الدوليه تقارب 600 مليون سنتيم، وسيتم تسديدها بدايه الشهر المقبل. بخصوص مروان زينة راه تم فسخ العقد بالتراضي الخوت اليوم الخوت فسخوا العقد معاه. المهم الخوت هو لاعب الصراحه خلوق، ما شفنا منه خوت غير الخير، ماشي بحال شي بعض اللاعبين اللي ولاد الرجاء ما كيديروش بحال هذا التصرف اللي كيديروا اللعابه اللي ماشي ديال الرجاء. المهم الخوت كنتمناو ليه التوفيق. خصوص الخوت اللاعب عبد الكريم بعدي راه خارج مفكرات الرجاء، وحتى المدرب والفريق راه كيبحث على طريقه الفسخ العقد ديالو. كيعجب لكم الخوت الرجاء الرياضي يستعد للتعاقد مع مدير رياضي، من المنتظر يكون التعاقد الرسمي الاسبوع المقبل. كاينين جوج خيارات كيتنافسوا بجوج جنسيه فرنسيه وبخبره كبيره. وما يستاهل الخوت. واش بان لكم نتوما؟ عطيونا رايكم في التعليقات. انا الخوت غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساوش لايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، وتهلاو الى كان جديد نلوح لكم فيديو جديد.